الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ده كيك شاي العادي يا جماعة هنعمله النهاردة، ودي مقاديره. المقادير اللي معانا دي كوباية سكر بالكوبايات المعيارية، كوباية زيت، وأربع بيضات، وبيكنج باودر، وربع كوباية ملح، وربع معلقة ملح معذرة، ومعلقة كاكاو خام، وكوباية فانتا. ودول 3 كوبايات دي بالكوبايات المعيارية. وهنسمي بسم الله ونبدأ بقى. ده القالب بتاعنا. اول حاجة هنعملها طبعا هندهن القالب زيت، وبعدين هنرشه بالدقيق. احنا كده يا جماعة المفروض مجهزين الفرن يعني، بنسخن الفرن، رشينا القالب بالدقيق اهو تمام. ودول معلقة البيكنج باودر، وربع معلقة ملح او نص معلقة ملح صغيرة، وهنقلبهم في الدقيق تمام. وهنركنهم بقى على جنب، ونجيب الخلاط وهنحط المقادير بتاعتنا تمام. دي كوباية الزيت اهي، كوباية الفانتا، وكوباية السكر كمان، والأربع بيضات، في قشرة تقريبا، ادي اول بيضة، تاني بيضة، تالت بيضة، هذه البيضة الرابعة. طبعا هنفضي عليها الفانيليا بعد كده، وخلطناهم دلوقتي تمام. الدقيق بتاعنا اهو، وهنفضي الخليط هنسمي الله كده، ونفضي الخليط وبالمضرب بقى هنقلبه في الدقيق كده، قلبناه. لو قوام الكيكة تقيل يا جماعة ما تخافوش يعني، مش هنا هنفضي بقى نصها تقريبا كده يعني، ونحط عليها معلقة الكاكاو، هنقلبها كويس. وانا بصراحة انا شفت الفكرة دي حد يعني كان عاملها، شفتها، هي مش فكرتي عشان ما شاء الله يعني مش مش طالعة مظبوطة عامة. الشكل مش مهم، بس المهم الطبع، قصدي المهم الطعم. هي ما شاء الله جميلة يعني. وطبعا هنفضي منها فضينا المقدار يعني، وهنفضي منه الهواء بقى، هنخبطها على رخامة كده، خبطة او 2 يعني، نفضي منها الهواء. وطبعا زي ما قلنا الفرن سخن. دخلت الفرن نص ساعة بالظبط، من 25 دقيقة لنص ساعة، على درجات حرارة 170 في الرف الوسطاني يا جماعة، لا تحت ولا فوق.
وطبعا ما احتاجتش افتح الشواية عليها، وما شاء الله طالعة هشة وتحفة. المفروض انها تحط سحاب دي ولا ايه؟ وما شاء الله مش عايزة اقولكوا اسفنجية، بس بأمانة يعني ما شاء الله حلو خالص. شايفين طرية ازاي؟ ما شاء الله يعني اسفنجية خالص. بصراحة كيكة الخلاط دي ناجحة جدا يعني، بفضل الله. يعني عمري ما عملتها في الخلاط.